يا عمي من باب بر الوالدين يما اتجوز هاي الست اللي أنا اخترت لك إياها. وهي لا تدرك بأن البر الحقيقي لا يكون بسحق نفس أخرى، وأن الله تعالى لم يطلب من أحد أن يظلم نفسه ليرضي والديه. وتذكروا كتير منيح، الطاعة التي تلغي الإنسان ليست طاعة، والبر الذي ينتج عنه تعاسة ممتدة ليس برا. هذا عبارة عن سوء فهم لمعنى التضحية. التضحية الحقيقية تكون بما نملك لا بما نحن عليه. زواج الإرضاء، الزواج القسري للرجال. الرجل لما يصير يربط العقوق باختياره لزوجته، أنا إذا ما اخترت هاي الزوجة أمي رح تغضب علي. فارس كرم بالمقابلة قال بأنه هو تزوج من زوجته اللي عنده منها ولد وبنت، وهي على حسب قوله هي حارميته من أولاده، لأنه أخته هم ولا إشي، عنده مادونا وهو أخته مادونا. فبيقول إنه مادونا قالت له بدك تتزوج فلان الفلانية، فهو قالها ما بتشبهني، ما بتشبه لا فكري ولا مكاني ولا 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 ولا. فوقفت على الباب وصارت تبكي، قالت له أنت بدك تضل عايش بحياة الليل، بدك تتجوز هاي الست. تجوزوا، بعدين اكتشف مع الوقت إنه يعني ما في قواسم مشتركة، فقال لهم بدي أطلق. قالت له ما بتطلق وكذا، قالها لهون وبس، ما حدا يتدخل بحياتي.